مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهارده راجعه لكم بحوار مهم. لأن في ناس كتير عندنا في مصر وفي المجتمعات العربية ما ينفعش إن هم يتكلموا عن الموضوع، أو بيخافوا يتكلموا عن الموضوع، أو بيخافوا إن هم يعملوه. يعني بيخافوا إن هم يخوضوا في التجربة، وهو تشريح الجثة بعد ما البني آدم بيموت. لان احنا عندنا خوف وهلع من الموضوع ده رهيب. يعني احنا طول عمرنا كبرانين على ان لو في حد مات لازم نطلعه بسرعة من المستشفى قبل ما يعملوا له تحليل للجثة او يشرحوا الجثة تشريح اللي هو بيعرفوا منه سبب الوفاة. او مثلا حد مات في البيت فما ينفعش ان هم يشرحوا الجثة فبيدفنوه على طول من غير ما يعرفوا ايه السبب. والموضوع عندنا عشان كده دايما الناس بتمشي طول الوقت تقول اصل فلان مات، طب مات من غير اي حاجة، يعني دي موتة ربنا. يعني كل الموت موت ربنا، مفيش حاجة اسمها موتة ربنا وموتة مش ربنا. بس الموضوع ان احنا ما نعرفش فلان او فلانة ماتت من ايه. هي دي الموضوع كله. طبعا انا هحكي لكم تجربة شخصية حصلت لي علشان تعرفوا ليه الموضوع ده مهم، لان انا عارفة ان في ناس كتير هيبقوا ضدي في الموضوع، بس الموضوع مهم جدا. يعني انا كمان لما كنت عايشة في مصر كنت مفكرة ان الموضوع مش مهم، وان ما ينفعش حد يتشرح، وان بيبهدلوا الجثة لما بيشرحوها، وان يعني كل حاجات كتير. المهم، انا هحكي لكم عن تجربتي الشخصيه. بالظبط من 7 سنين انا حماتي كانت عايشه. يعني انا لما جيت النرويج كانت حماتي موجوده وعايشه وقضت معانا سنين كتير. وفي يوم كانت هي عازمه اصحابها في البيت على العشاء، وحصل لها وجع، يعني وجع غريب ما حصلهاش قبل كده، فقلقت. فاتصلت بالمستشفى فقالوا لها لازم تيجي المستشفى، بحيث ان هي كانت فوق ال60. والموضوع ان هي لما راحت المستشفى عملوا لها كل التحاليل اللازمه، وعملوا لها فحوصات على القلب وفحوصات على كل الجسم، لان طبعا هنا في النرويج لما حد بيروح المستشفى فوق ال50 او فوق ال60 او فوق، يعني بالذات الناس اللي هم في السن المعرضين، اللي هم مثلا يجي لهم سكتة قلبية او سكتة دماغية، اللي هي دلوقتي نسيت اسمها بالعربي، بس مش مهم. المهم ان يعني انتوا عارفين اللي هي السكتة ستروك. المهم، فالناس لما بتروح المستشفى وبيبقوا فوق السن معين، فبيعملوا لهم كل التحاليل اللازمة علشان يلحقوهم لو فيهم الموضوع ده، لان دول 2 من اخطر الحاجتين اللي بيجوا. ولازم البني ادم يتصرف بسرعة جدا علشان يعني عشان يلحقوا. يعني لو في حد جاله سكتة قلبية او سكتة دماغية، فلازم البني ادم ان هو يتصرف بسرعة جدا اللي قدامك لحد ما الاسعاف يجي. او المهم فبيلحقوه، او يعني بيعملوا له كل التحاليل اللازمة علشان يعرفوا هل هو ده كده ولا لا. المهم هي راحت المستشفى وعملوا لها كل التحاليل وعملوا لها كل حاجة، وقعدوها في المستشفى. كان يوم سبت، قعدوها في المستشفى السبت كله وباتت في المستشفى. ويوم الحد وطلعت من المستشفى يوم الحد كانت سعيدة جدا وفرحانة ومبسوطة ان هي ما عندهاش حاجة وما لقوش حاجة عندها، والموضوع كان تمام ومية مية وجات البيت. وطبعا عيالها اتصلوا بيها واطمنوا عليها، لان ما كانتش عايشة معانا، بس هي كانت عايشة في نفس البلد. فجوزي يعني ايه من الناس اللي هم يعني حنينين شوية. يعني في اولاد بيبقوا حنينين على اهاليهم، واولاد بيبقوا قاسيين شوية. هو عنده اخ، بس هو احن شويه من اخوه، فهو كان كل شويه يتصل بمامته، كل شويه يتصل بمامته لحد الساعه 12 بالليل بيتصل بيها. يعني كل شويه كل ساعتين كده يتصل بيها. فالساعه 12 بالليل قالت له انا حاسه ان انا تايرد او مرهقه، فهدخل انام بقى. قال لها اوكي. المهم دخلت نامت، والصبح بيتصل بيها. طبعا هو كان في الشغل، فالساعه 9 الصبح قال يطمن عليها، يعني هي زمانها صحيت ومش عارفه ايه، فاتصل بيها فما ردتش. اتصل بيها تاني ما ردتش، فقلق. فقرر ان هو يسيب الشغل ويجي البيت علشان يطمن عليها. طبعا اللي حصل ان هو كان يوم اتنين بقى، يوم الاثنين الصبح، ان هو جه البيت ودخل. طبعا بينادي عليها ما بتردش. طبعا للأسف ان هو دخل اوضه النوم لقاها متوفيه. ودي طبعا كانت صدمه، لانها كانت يعني فجأة هي كانت ماشية على رجلها وكانت سليمة وكانت بتعمل رياضة وكانت بتاكل صحي وكانت كل الحاجات دي.
ماتت فجأة، يعني بالنسبة لنا ماتت فجأة، يعني لا كانت عيت ولا قعدت على السرير مثلا 15 يوم ولا في المستشفى قد كده. المهم طلبوا يعني الإسعاف جت طبعا، كلم الإسعاف علشان يعمل لها الإسعافات الأولية ومش عارفة إيه وعمل لها كل حاجة وما استجابتش لأن هي كانت ميتة. الموضوع بقى إن هي ماتت في البيت وكانت في المستشفى، يعني كانوا عاملين لها كل التحاليل وكل حاجة. طبعا احنا لو عندنا في مصر كانوا هياخدوها ويدفنوها على طول، لأن هيقول لك ما عندهاش حاجة، دي موتة ربنا. المهم إن هما الإسعاف خدت الجثة ومشوا وخدوها على المستشفى، وطبعا القرار طلع إن هما لازم يشرحوها عشان يعرفوا هي ماتت من إيه، لأن هي كانت عندهم في المستشفى. وكمان عشان الموضوع مهم جدا جدا، علشان إن أنت لما بتشرح الجثة وتعرف البني آدم ده مات من إيه، فلما يجي مثلا لأن الهيستوري بتاع الشخص ده بيبقى موجود في المستشفى، فلما يجي مثلا ابنها أو بنتها أو حفيدها أو حفيدتها للمستشفى أي وقت عيانين أو أي حاجة، فيعرفوا إيه أول حاجة يبصوا عليها، أو إيه أي أول حاجة إن هم يعملوا لها تشيك. ده مهم جدا في الهيستوري بتاع العيلة هنا في النرويج. فلما راحت المستشفى طبعا احنا مش زي عندنا، هم قالوا لهم هنشرح الجثة، فهم وافقوا ان الجثة تتشرح علشان يعرفوا هي ماتت من ايه بالظبط، يعني ايه سبب الوفاة بالظبط. المهم هم لما شرحوا الجثة عرفوا ايه سبب الوفاة طبعا، وكتبوا التقرير وكل حاجة، وان هم شخصوها غلط لما راحت لهم يوم السبت، او هم ما عرفوش لان اللي هي ماتت بيه ما بيتشخصي بسهولة، ولو اتشخص له عملية، بس حتى لو عملت العملية بعد شهر ممكن ان انت تموت. المهم عرفنا السبب، والدكتور خد معانا ميتنج ورحنا المستشفى كلنا، وقعد واتكلم معانا اللي هو التوب الدكتور اللي هو يعني هم عندنا اسمه معين لهم هنا، بس ما اعرفش عندنا في مصر بيقولوا عليهم ايه. المهم ان هو قعد وقال لنا سبب الوفاة وقال لنا كل حاجة، وقال لنا ان احنا متأسفين، وان المستشفى كلها، لان هي كانت في المستشفى دي من يومين وقالوا ان هي ما عندهاش حاجة وطلعوها وكتبوا لها خروج، فان هم عملوا يعني هم حسبوها ان هي غلطة. فطبعا قال لنا ايه كمان البروسيس اللي هيتعمل علشان هم غلطوا في التشخيص، ان هم هيعملوا ميتنج في المستشفى كلها، وان اسم جوزي واخوه ان هو هيبقى في الليسته هناك في المستشفى، ان الام ماتت بسبب الفلاني، فلو حصل اي وقت ان هم جم المستشفى عندهم وجع في القلب هنا ولا وجع في الصدر ولا وجع في اي حاجه، فلازم يعملوا تشيك على اول حاجه على الحاجه اللي مامتهم ماتت بيها. فهو ده السبب ليه عشان الناس بتتشرح، عشان كمان ان هم في المستشفى يعني لما عملوا الغلطه دي وشخصوها غلط كلفهم حياة بني آدم. أوكي، فالمرة الجاية لما يجي لهم حالة زي دي يتصرفوا إزاي؟ فكل حاجة ماشية 1 2 3 علشان يحافظوا على الناس وعلى حياة الناس هنا. فعلشان كده التشريح مهم جدا 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 هنا في النرويج. طبعا أنا معرفش قوانين أوروبا كلها، بس تقريبا هي زي هنا، لكن عندنا في مصر مفيش الكلام ده. عندنا في مصر حتى الوعي عن الموضوع ده مش موجود للأسف. يعني حتى لو الناس في مصر عملوا لهم مثلا دراسة أو هم مثلا درسوا لهم ليه يعني مش لازم بس الدكتور يبقى عارف ليه البني آدم بيتشرح بعد الموت، لازم كمان الناس العادية يبقى عندها وعي علشان يبقوا عارفين، علشان ياخدوا القرار، علشان يعرفوا لما حد يحصل له حاجة في العيلة دي زي اللي مات ده يلحقوه ولا ما يلحقوش ولا يعملوا معاه ايه. فللأسف احنا عندنا يعني عدم وعي بحاجات كتير جدا 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 جدا. الناس فوكس على حاجات معينة ملهاش دعوة بأي حاجة في الحياة، حاجات أنا بعتبرها من حاجات الجهلة. الناس فوكس ان الست بتعمل ايه والراجل ده عمل ايه، والراجل لو كل حاجة مشيت خطوة بخطوة هيبقى عندنا نظام، هيبقى عندنا قانون، هيبقى عندنا طب كويس، هيبقى عندنا ناس واعية، هيبقى عندنا شعب ما ينفعش ان هو يضحك عليه بأي كلام.
طبعا انا ما عنديش كلام تاني اقوله في الموضوع، لان طبعا الناس عارفة ان كل الشعوب العربية دايما لما بيطلع حاجة جديدة بيتقسموا النصين. ليه؟ علشان كل الناس ما عندهاش نفس الوعي، علشان حتى في المدارس ما عندناش نفس الوعي، ما بيوعوناش بحاجات مهمة. يعني احنا هنا في المدارس كمان، طبعا ده خارج موضوعنا، بس في المدارس انا طبعا عمري في المدرسة ما اول حاجة علموها لنا في في درس العلوم ان انت لما تخش على الانترنت ازاي تعرف ان المعلومات اللي على الانترنت دي صحيحة او ويب سايت موثوق منه ولا لا. علشان كده حتى الوعي ده مش موجود عندنا، الناس ما تعرفوش. في ناس كتير جدا بتخش على الانترنت وتشوف حاجة معينة وتشوف هنا وتشوف هنا ويصدقوا كل حاجة. يعني كل حاجة بيصدقوها. في ناس، انا مش بقول كله، بس في ناس، والاغلبية كده في شعوبنا العربية كلها، مش بس في مصر. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.